يا جماعة، في أوروبا أيام العصور الوسطى الدنيا كانت مولعة. الهونز داخلين على الغرب زحف، مملكة برجندي بتحاول تتنفس وتعيش، والملك بنفسه طالع برجالته يحمي الحدود. بس الدنيا كلها ضباب، الجيش ماشي بالراحة. وصلوا قرية لقوها مولعة، الملك مش فاهم، وساعتها حصان طالع من الضباب كده بهدوء غريب، سهم في صدر الملك. مارشال هوجن بيجري عليه، بس خلاص الراجل راح. بعدها عملوا جنازة جامدة في العاصمة. هوجن كان عمال ياكل في نفسه من الذنب. الراجل شايف قدامه شريط حياته بيرجع لورا، فاكر لما كان طفل ونجا من هجوم وحش غريب، والأميرة كريمهيلد بتطبطب عليه، بتقول له ما تلومش نفسك يا هوجن، الأمير جونار دلوقتي هو الملك الجديد. عامل اجتماع طارئ، بيقول لهم احنا متحاصرين من كل ناحية، لازم نلاقي حليف. وطبعا أول فكرة عبقرية طلعت بيها دماغه: نجوز أختي للملك بتاع لومباردي. هوجن راح قال للأميرة القرار، وهي عملت فيها تمام يا فندم وقالت حاضر. الليل نزل والدنيا مطر وبرق، وفي 11 راجل مسلحين بيخيموا عند البوابة. هوجن بيطلع يبص عليهم من فوق السور، وفجأة صوت غريب بيهمس له: أنا عارف جروحك يا هوجن. وبعدين يختفي. تاني يوم الصبح الجماعة دول دخلوا البوابة والجنود حصروهم فورا. الأميرة بتبص من بعيد. الملك الجديد بيقابل قائدهم وبيكتشف إن اسمه سيجفريد، أمير من كاسانتي. وطبعا المفاجأة، أبوه كان زمان حليف لأبوهم. بس الراجل دخل سخن وقال عايز أبرزك يا ملك. الجنود اتوتروا وحصروه، بس بعد كده اتفقوا إن يخلوه ضيف مؤقت. الليل جه تاني والأميرة بتحكي لهوجن اللي شافته، بتقول له الراجل ده مش طبيعي، يمكن يكون واحد من القدماء اللي بيخشوا الأحلام. يا لهوي! هوجن قرر يراقبه بنفسه، وفعلا شاف شخصية لابسة عباية ماشية لوحدها في المدينة. يجري وراها، يقرب منها، يمسك الكتف، تتحول الكتلة دي لكيسين رز. يعني الراجل بيطارد شنطة يا معلم. وفي نفس الوقت سيجفريد سكران ومش قادر يقف. هوجن يقابله يقول له يلا يا نجم غادر المملكة قبل ما تولع. بعدها هوجن بيروح ينام، لكن دماغه عاملة حفلة رعب، كابوس ورا كابوس. بيشوف الضيف الغامض في الاسطبل، حواليه دم في كل حتة. هوجن يقول له أنا مش بخاف منك، انتوا خدتوا مني كل حاجة حتى خوفي. الكائن الغريب يرد عليه أنا عارف جروحك يا هوجن، فاكر التنين اللي ولع أهلك؟ وفجأة فلاش باك لطفولته وهو شايف التنين مولع في قريتهم. الصبح العمال بيقولوا شافوا الكائن ده في الاسطبل وحصنة كتير ماتت. الناقيين مرعوبين، والأميرة بتحاول تهدي حصانها العزيز، لكن الحصان يضربها في إيدها ويجري. هوجن يطبطب على إيديها وهي تعترف له إنها مش مبسوطة من الجواز اللي جاية. الرومانسية مولعة بس مش وقتها. بعدها سيجفريد بيحكي حكاية غريبة، بيقول للملك إن ملكة الفالكيريز حلمت بيه ونادته، وهي عندها القدرة تسحر أي راجل في العالم من غير ما تشوفه. والملك قاعد مش مصدق، لحد ما الراجل فجأة يقول بهزر يا عم، وبعدين يضيف بس فين الستات؟ راجل محترم فعلا. وبالليل الراجل داخل أوضة الأميرة زي الأسد في عرينه، بيقول لها انت جميلة قوي، وهي ترد عليه وانت قليل الأدب جدا، وتطرده بره. ست قوية يا جماعة. في الناحية التانية هوجن بيكلم الملك، بيقول له بلاش الجوازة دي يا جلالة الملك، جيشنا كفاية والله. والملك يسمع كلامه ويصدمنا ويلغي الجوازة فعلا. الصبح الأميرة تسمع الخبر، تجري عليه وتحضنه وهي بتضحك زي العيال. بس أمها مش مبسوطة، بتقول له هوجن بنتي كانت هتضحي عشان المملكة، يا ترى انت تقدر تضحي كده؟ هوجن بيروح يتدرب مع العساكر، والسيجفريد يطلع يتدرب هو كمان. بس الراجل بيتعامل مع التمرين كأنه خناقة شوارع، يضرب واحد من رجالته جامد لحد ما يضحك زي المجانين. بعدها يطلب خصم جديد، فهوجن يطلع له بنفسه. الراجل يرمي رمح، هوجن يمسكه بإيد واحدة ويقول له احنا بنتمرن على الحرب مش على المصارعة الحرة. لكن الموقف يتقطع لما يجي حصان شايل جثة، يبصوا الراجل مقتول من مستوطنة جنب الحدود. وبعدها يوصل الخبر الساكسونية والدنماركيين قلبوا عليهم، العاصمة لسه بخير بس بقية المملكة بتتحرق. الملك يتجنن ويقول اتحالفوا مع سيجفريد حتى لو هوجن مش عاجبه. هوجن يدور عليه بس يشوف الراجل الغامض تاني بيعمل طقوس غريبة في الأرض، ولما يواجهه يطلع اسمه ألبر. ألبر يقول له أنا عارف مين اللي عمل فيك الجروح دي، سيجفريد هو اللي قتل التنين، استحمى في دمه وبقى جسمه ضد الرصاص، إلا حتة صغيرة الورقة غطتها، دي نقطة ضعفه.
ألبر بيزعق فيه. إزاي تسمح له يعيش في القصر؟ أنت كده اديته اللي كان بيدور عليه، عيلة جديدة. وفي الكنيسة الملك بيصلي، لكن سيجفريد داخل عليه بسيفه، يحطه في إيده ويقول له: أنا هقتل عشانك يا ملكي. هوجن يدخل يلاقيهم متصاحبين خلاص، والملك بيعلن: سيجفريد من النهاردة حلفنا. وبالليل هوجن يروح يودع الأميرة قبل الحرب. هي تسأله: ليه أنقذتني من الجوازة دي؟ هو يرد: عشان المملكة. وهي تقول: بس بلدنا عمرها ما هتبقى أمان. تاني يوم الصبح الجيش بيتحرك والحرب على الأبواب يا جدعان. واقف مع رجالته بيقول لهم: يا جماعة، الساكسون والدنماركيين دول شجعان بس مفيش عندهم نظام، نغتنم الفوضى دي قبل ما يفوقوا. بس سيفريد زهق من الاجتماع، قالك أنا طالع أتمشى في الغابة شوية. جونتر راح وراه وقال له: احكي لي يا عم عن حكاية الفالكيري. سيفريد رد عليه بكل غموض كده: الملكة بتنادي المحارب اللي جوايا. يا نهار أبيض، الواد دخل في المود الفلسفي. الواد ما بيتش، طلع لوحده في نص الليل وهاجم على الأعداء منفردا. تاني يوم الناس كلها مصدومة، راجع شايل رأس ملك الساكسون في إيده. الواد ده مش بني آدم والله، ده إعلان عن الجنون الرسمي. قال لهم: الساكسون جايين ورايا بس من غير قائد، فدي فرصتنا نولعها. الجيش كله اتحمس وجري. هوجن كل شوية يقطع في الأعداء، بس عينه على الملك بتاعه مش على نفسه. سيفريد بقى داخل الحرب من غير درع ولا خوف ولا أي حاجة. الناس كلها بصت له كده وقالت: ده مش طبيعي ده. هوجان شاف واحد من جنوده الصغيرين هيتمرمط، جري بسرعة، قتل اللي هيضربه واداله خوسته. القتال مولع والناس بتقع يمين وشمال. هوجان شاف أحسن رامي عنده متحاصر، راح يساعده، بس اتفاجئ بجيش حواليه والرامي اتقتل قدامه. وبينما هو متشتت، واحد من الأعداء خبطه في وشه، راحت عينه الشمال. بس هوجان مسكتش، قتل الراجل اللي ضربه وبعدين هو كمان واقع. يعني ملك الدنمارك جاي عليه وألبرك بيتفرج من بعيد كأنه بيتفرج على مباراة كورة. فجأة سيفريد طلع من ورا الشجرة، بوم، قتل الملك قبل ما يلمس هوجان اللي غاب عن الوعي. ولما رجعوا العاصمة الناس كلها بتسقف وتهتف: سيفريد سيفريد. في الناحية التانية كريمهيلد قاعدة جنب هوجان اللي لسه في الغيبوبة. البت زهقت، راحت لسيفريد، لقيته بيشرب، قالت له: ازاي تشرب في يوم حداد؟ قال لها بمنتهى البرود كده: الحرب موت، بس لازم نحتفل باللي عاش. يعني عادي كده يا جماعة، مش لازم نحزن. ولما قالت له ان هوجان بيموت قال لها بمنتهى الثقة: سيبيه لألبرك، هيعرف يتصرف. وألبرك فعلا جاب أدواته وبدأ يرسم رموز غريبة على جسم هوجان. هنا بقى المفاجأة، القصة اللي كان بيحكيها زمان كلها كذب. الواد ده طلع من مملكة تانية، أبو جنتر كان غزاها زمان، أبوه وأمه ماتوا وهو اتحرق في النار، بس اللي أنقذه كان تنين. أيوة تنين يا جماعة، شاله بمرحلبه وطير بيه معيد. الملك بعدها لفها وقال للناس: التنين هو السبب، علشان يغطي على الكارثة. لما هوجان فاق راح يزور قبور العساكر اللي ماتوا، وقال له سيفريد بكل ثقة: أنا مش ندمان على حاجة. وبعدين كريمهيلد شافته تاني وبدأت تعجبه أكتر لأنه مش طماع في السلطة. وفي الوقت ده وهي بتغير ضمادة هوجان قالت إنها ممتنة لسيفريد، بس هوجان قال لها: ده بيدي الناس أمل كداب. ردت عليه: يا عم كداب أهون من مفيش أمل خالص. الأيام اللي بعدها بقى الواد قلبه اتكسر وهو شايف البت كريمهيلد قاعدة مع سيفريد كل الوقت. وفي يوم راحوا الغابة بيبصوا على آثار الحروب القديمة. البت سألته: ليه ألبرك بيمشي وراك زي الكلب الوفي؟ قال لها: لأني قتلت معلمه. وبدأ يحكي عن أيام التنين، إزاي كان متدرب عند حداد وبعدين اتنفل الوادي لحد ما لقى التنين نايم وقال: دي أجمل لحظة في حياتي. وبعدين قتله. أيوة قتله. يعني يا عم أنت مشكلتك نفسية ولا إيه؟ وهم راجعين البت بدأت تسمع صوت بينادي اسمها. سيفريد قال لها: اتجاهليه، بس لأ، لفت شافت جثة أبوها ملفوفة في نباتات. صرخت وجريت وقالت له: أنا حتى بدأت أنسى شكل أبويا. وقالت كمان إنه حاول يبيعها زمان. البت دخلت في انهيار وهو حضنها، والمشهد قلب حب ورومانسية. وبالليل سيفريد حلم كابوس، صحي مرعوب وكان هيقتلها بس فاق في آخر لحظة. وفي الوقت ده الهونز بيولعوا الدنيا بقيادة زيل الشرير، المدن بتقع وجنتر بيحاول يدور على حلفاء. قال: خلاص نكلم ملكة أيسلندا برونهيلد. الناس اتخضت، قالوا له: دي من جماعة السحر الأسود يا عم، بس الراجل مصمم. هوجان راح لألبرك وقال له: قول لي الحقيقة وأنا خرجك. ألبرك قال له: الملكة دي كانت حبيبة سيفريد سنة كاملة، وهو اختفى فجأة وسابها مكسورة.
تاني يوم هوجان قال للبت كريمهيلد ما تصدقيش سيفريد، بس هي قالت له أنا هتجوزه علشان المملكة. هوجان جري لجنتر وقال له حط شرط، وفعلا الراجل حط شرط. يا سيفريد يا ابني لازم توديني لأيسلندا أخطب الملكة برونهيلد. وطلعوا بالسفينة. أول كام يوم تمام، الجو جميل، بس بعد كده البرد شلهم، وبالليل عاصفة قامت، المركب بتترج، الناس بتصرخ، وسيفريد بيضحك. والله بيضحك كأنه في ملاهي مش معركة بحرية. المركب خبطت في صخور، ناس وقعت في البحر، وجنتر كمان وقع. هوجان نط وراه زي بطل أفلام مارفل. والصبح لقى هوجان على الشاطئ، كل أصحابه ميتين بس جنتر عايش، راح حضنه زي مشهد النهاية في تايتانيك. ولقوا سيفريد ومعاه كام ناجي، وبدأوا يمشوا على رجليهم في ضباب تقيل جدا. الرحلة لسه في بدايتها يا جماعة. لما وصلوا للمنطقة الضبابية، سيفريد قال لهم يسيبوا سلاحهم على الأرض. جنود كتير حصروهم، وسيفريد طلب من القائد سينو تاخدوا للملكة. ربطوهم كلهم وأخدوهم على قلعة تحت البركان. وأول ما دخلوا الناس بدأت تصرخ في وشهم وتضربهم. غطوا راسهم بكياس لحد ما فقدوا الوعي. هوجان فاق، ولما شالوا الكيس لقى نفسه في أوضة كبيرة مع سينو. قالت له إن علشان الملك جونتر يكسب إيد الملكة لازم يهزمها في معركة. ناس كتير حاولت قبل كده، وكل الجماجم دي دليل على فشلهم. بعد كده سمحوا له يشوف جونتر اللي كان معاه سيف الملكة، وقال له إنها مش زي ما بيحكوا، وإنه لازم يقتلها. وفي نفس الوقت سيفريد قابل الملكة برونهيلد اللي ادته سيف كمان. حلف لها إنه جاي كمرشد بس، وإنه هيتجوز الأميرة. بس هي قالت له بس انت جيت برضو يا سيفريد. بعدها الكل اجتمع تاني بره القلعة، وهوجن زعق لسيفريد عشان ما قالش القوانين. هوجن كان عايز يمشي، بس جونتر أعلن إنه هيكمل. حتى سيفريد اعترض وقال له ولا نقدر أهزم برونهيلد، لكن جونتر أصر، فسيفريد نادى ألبريك يساعدهم. دخلوا كهف، وألبريك قطع جرح سيفريد وخد من دمه، وبعدين غطس هوجن وسيفريد في المية، وجونتر شرب الدم. فضل يتلوى من الوجع، ولما الاتنين غرقوا بدأ يتنفس تاني. اتضح إن جونتر خد مؤقتاً قوة هوجن وسيفريد، وبعدها جهزوه للمعركة. سينو حذرته لو دمك لمس التلج الملكة هتاخد راسك، لكن لو دمها هي لمس التلج هتبقى ليك. بدأت المعركة بين جونتر وبرونهيلد، والملكة كانت محاربة ماهرة جدا، ضربته لحد ما طار الخوذة من راسه. بس جونتر فجأة قدر يصد ويهاجم ببراعة. بعد شوية ضرب نقطة دم وقعت على التلج، والصدمة كانت من رجل برونهيلد. ووقتها جونتر ساب القوة، ففاق سيفريد وهوجن في الكهف. ركعت برونهيلد وجيشها ووعدوا بالوفاء بالعهد، وسابت أرضها وهي بتعيط. رجعوا بيرجندي، ولما وصلوا جونتر انهار لما عرف إن جيشه خسر الحدود، والهون دمروا المملكة. قرروا يعملوا جواز مزدوج لتوحيد الحلفاء. سيفريد وكريمة اتجوزوا بسعادة، وبرونهيلد وجونتر شكلهم كان بارد جدا. وبرونهيلد رفضت الكاهن يحط التاج وحطته بنفسها. بعدها وهي غاضبة هجمت على سيفريد قدام الجيش وضربته بشراسة. في الليل هوجن شاف جنوده مرعوبين، قام قال لهم كلمة ترفع معنوياتهم: اتبعوا الملكة، هي اللي هتحميكم. الصبح شافوا بركان برونهيلد بيثور واعتبروها إشارة خير. المعركة بدأت، والملكة اندفعت قدام والجيش وراها. القتال كان عنيف جدا، والموت مال الساحة، لكن قوتها خلتهم ينتصروا، والعدو اضطر ينسحب. بالليل عملوا حفلة ضخمة، وبرونهيلد وسيفريد رقصوا سوا. قربوا زيادة عن اللزوم، وهوجن شاف كل حاجة. تاني يوم شافهم لسه بيفليرتوا قدام الكل. راح لهوجن وقال له أنا ساكت طالما احنا في حرب، بس أول ما نرجع خليك مخلص لكريمة. سيفريد حضنه ووعده. مرت أسابيع من السلام، وسيفريد زهق. طلب من كريمة يهربوا سوا، بس هي رفضت وقالت له مكاني هنا. وبعدها سألت هوجن ليه ما اتجوزتش؟ قال لها كان عندي حاجات أهم. لحظة رومانسية كده فيها حب مستحيل. في القصر جونتر عارف إن الناس بدأت تفقد الأمل،
دخل سيفريد يساعد، بس الملك زعق لقدام الكل. وبعدها الملك اشتكى لهوجن إن برونهيلد بتتجاهله وبتبص له بنظرات مش مظبوطة. وفي يوم على العشاء سيفريد أهان واحد من المجلس لحد ما مشي. الملك اتنرفز وقال له لسه مش من العيلة، وسيفريد حاول يتخانق وهوجن وقفهم. بعد كده جونتر شاف مراته راكبة الحصان وخرجت فتباحها، وتاني يوم قال لهوجن هي وسيفريد بيتقابلوا سراً. الناس كانت بتحب سيفريد بس هو ما كانش بيهتم بحد. جونتر قال لهوجن ما ينفعش نخليه يهد البيت، فهوجن قرر يعمل اللي لازم. دعاه للصيد ووقعه غزال أبيض. كان يقدر يموته بسهولة لكنه اختار يواجهه بشرف. بدأوا يتقاتلوا بالسيوف وبعدها بالإيد، وفي لحظة سيفريد وقع هوجن على الأرض وكان هيخلص عليه، لكن الملك جونتر طعنه في نقطة ضعفه. وقع سيفريد ميت، وهوجن قال له يسبقني على القلعة عشان محدش يعرف إنك كنت هناك. رجع هوجن بالجثة وقال إنه قتله في نزال. كريمة انهارت وقالت إنها حامل، وبرونهيلد انهارت لوحدها. في الجنازة هوجن دافع عن نفسه وقال إنه عمل كده عشان المملكة وساب الحكم للأميرة، لكنها ما قتلتوش، لعنته يعيش كفاية لحد ما يخدم ابن سيفريد، وقالت له العذاب ده أسوأ من الموت، بس بدل ما تموته قرروا يخلوه يخدم ابن سيفريد. يعني تخيل بقى، كل يوم يصحى يخدم الواد اللي خارب له حياته. وبس كده يا جماعة، ما تنسوش تعملوا السبسكرايب وتفعلوا الجرس وتدوسوا لايك.